بما أنك شاعر، كيف تشوف برامج الشعر؟ فما أتوقع أن في شاعر خسران إذا شارك في برنامج سعودي. أبدا. أبدنين الاثنين، والله ما في شاعر خسران يثبت وجوده حاليا، لأن الشعر مستقبله 3 سنين ما عاد في شاعر. هل تشوف أن كثرة البرامج الشعرية تضر الشاعر ولا تضيف له؟ تضيف له والله. من شوف، الناحية إذا وقفت عند لجنة ما هو شرط أن أساميهم تكون كبار، أنت تدري منهم، والناس الفاهمة في الشعر يدرون منهم، والله تضيف لك. ما يزعل الشاعر إنه يجي المكان يقيم قصيدة، ولا يجي عشان يخدم أمور ثانية له؟ يا رجال، الشاعر الواثق ما عليه، ونقيموه قالوا ما عندك سالفة، تراهم صادقين والله، بيعدل نفسه. أنا يا محاكيك والله كان يشار لي بالبنان إني ماني بشاعر. من لجنة؟ من نقاد. أيوة، كانوا يشيرون لي بالبنان يقولون هذا ما هو بشاعر، فالله ينصفني، فهمت؟ والمستقبل قادم، والمستقبل جميل، وإن شاء الله يكون الرد بالفعل أفضل كثير من الرد بالكلام. طيب أنا عندي نظرة أن الشاعر يمتلك موهبة جميلة جدا، ولا ودي أنه يغير الموهبة هذه، ولكن بما أنكم تجيبون قصايد وأبيات جميلة وذكية وأول مرة يجيبها الشخص، ورا ما تحط فكرك هذا موضوع تجاري وتجيب لك مشروع كبير ينفعنا وينفع السعوديين والمواطنين. أنا اكتشفت أن التجارة موهبة مثل الشعر مثل ذا، والله أني حاولت أكون تاجر. ما حاولت تجمع بين التنتين أنك شاعر وتاجر؟ الشعر الموهبة المغرورة اللي ما ترضى أي شيء معها، تحداك تلقى شاعر تاجر، شاعر ممثل مغرور. الموهبة المغرورة اللي ما ترضى أي شيء معها، مهما إذا خلطتها مع أي شيء تنقص قدرك كشاعر. طيب إيش رايك بشاعر يسوي فلوقات في التيك توك؟ فهد فارع. أنت تشوف كيف؟ يعني أبو فارع مبدع شعريا، ترى مبدع، مجنون شعر، وكلنا فهد فارع، هو يدري عن حجم الكلام هذا. الشاعر ما يرضى انه يطلع الكلام الكذا. زين، توقعتك ان فهد ما خدم هالشعر وراح للفلوقات؟ فهد خدم الشعر وراح للفلوقات. عجيب. ايه، خدم الشعر، اثبت نفسه، راح للفلوقات. وتشوف انه ظلم نفسه ولا تشوف انه حط نفسه في مكانه؟ فهد ما ينظلم، فهد ياخذ حقه على طول. يا سلام. ايه، فهد مصيبه. الدب هذا ما حد يقدره. الدب هذا ما حد يقدره. عليه الطريق ما حد يقدره. من يدور قيمته في عين غيره يوصل 90 عمره ما وجدها. اسلم. هذا فهد، اعرفها. عجيب، صح؟ عجيبين اثنين، ما هو بعجيب واحد. نرجع لموضوع الشعر والشعار. يا أخي ليش تحركون فينا مشاعر صار لها 2 سنين ثابتة؟ كيف تقدر؟ كيف تقدر؟ هل أنت تكتب في تكتب وأنت مسافر، تكتب وأنت طالع للبر؟ شوف، الشاعر اللي يحرك في الناس هذا والله المصيبة، مهما كانت بيوته سهلة وسلسة، ادري انه والله مصيبة. اللي يقول ما عاد بيرد الجمايل من الناس، العسى راسي من الناس يسلم. شوف البيت اللي كأنه سكر دخل في القلب ونحفظه على طول. عجيب. هذا هو الحبل اللي ما يدندنون عليه الكثير. وش تقول للنقاد اللي نقدوا سعود هدام قبل؟ أبيك تقول لهم الآن، وش تقول لهم؟ أقول الميدان يا حميدان، أنا كان يشار لي بالبنان، والحمد لله سيشار لي بالبنان، ولكن في موضوع ثاني بإذن الله. مثل إيش موضوع ثاني؟ مثل أي شيء ثاني. بتسوي فلوقات؟ إيه فعلا؟ فعلنين اثنين. طيب والشعر ما خدمك يعني؟ ها؟ ما خدمك الشعر؟ الشعر له مجاله وانا لي مجالي. شوف ابو فارع اللي قبل شوي تسألني عنه، ابو فارع شوف كيف مسوي، ابى اسوي نفسه. يعني انت تقول فهد فارع وش يسوي بيسوي نفسه؟ ما هو مش يسوي، بيسوي نفسه. حطيت فهد كمثال. شوف فهد كيف يسوي، فاصل الشعر عن غيره. الله يعطيكم العافية ومع السلامة.